بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. السيدات والسادة الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم في لقاء جديد في البيت السعيد. وحديثنا اليوم عن الإجبار والإكراه في الزواج. تحدثنا عن أهمية الأسرة وعن أهمية الزواج وضرورته حفظا للنسل وصونا للشرف والعرض، وتطرقنا إلى الحديث عن بعض المعوقات أمام مؤسسة الزواج أو مشروع الزواج. وكان الحديث في الأمس عن الحب، وقلنا أن الكثير من الشباب يرفض الزواج بالطريقة التقليدية التي تزوج بها أبوه وأمه، وهو يبحث عن الحب والعشق والغرام والهيام قبل الزواج. وقد أوردت لكم بعض الدراسات، منها أوروبية وأمريكية وأخرى عربية خليجية كويتية، تفند نظرية الحب قبل الزواج، وتجعل من الزواج عن حب، وخاصة حب السلوك الذي فصلناه البارحة، أن 85% من الزوجات أو من الزيجات عن حب سلوكي معرض للفشل والطلاق. وهنا قد تبرز نقطة وهي مهمة، وهو ما دام الزواج عن حب قد فشل، وقد ثبت أن الزواج التقليدي أمر جيد ومحبب، فلنزوج أبناءنا وبناتنا وإن لم يرضوا. ولأننا نتحدث عن البيت السعيد، كان ضروريا أن نتحدث كيف ننشئ بيتا سعيدا في زواج إجباري، كيف ننشئ بيتا سعيدا وأساسه قد بني على الإكراه. أحبتي في الله، الزواج الإجباري أو زواج الإكراه هو حالة التسلط يحدث داخل البيوت من قبل الأبوين أو أحدهما أو كبير العائلة، تؤدي إلى إرغام الفتاة أو الفتى على الزواج ببعض الأشخاص دون رضا منهم. ولا أدري كيف يتصور أب أو كيف تتصور أم أنه في مثل هذه الحالة الإجبارية ستكون ابنتها سعيدة. نحن نتحدث عن البيت السعيد. هل يعقل أن ينشأ البيت السعيد في أولى لبناته بالإكراه والإجبار والغصب؟ يعني في عاقل يفكر هكذا؟ الواقع المعاش والتجارب المحيطة بكم والدراسات تقول أنه في مثل هكذا زواج لا سعادة أبدا. قد توجد عدم اعتراض بعد الزواج، وقد يوجد ما أنتم تسمونه رضا، وأنها راضية بنصيبها، لكن لا تنسوا هذا بسبب قلة الحيلة وعدم وجود مساند وداعم، لا من العائلة ولا من العشيرة ولا من المجتمع ولا من الدولة أو السلطة الحاكمة. ولذلك انظروا واقرأوا وفتشوا في الإحصائيات التي تجري للجاليات العربية والإسلامية في المغترب في أوروبا، التي ازدادت نسبة الطلاق فيها بمجرد الوصول إلى ألمانيا أو أي منطقة في أوروبا. البعض يتهمون الفتاة أو الامرأة أنها قليلة أصل وتربية، أول ما وصلت إلى ألمانيا تخلت عن زوجها وتركته. لا يا عزيزي،
ليست لأنها قليلة أصل وقليلة تربية، بل لأنك أول يوم تزوجتها ما تزوجتها صح. لا مجتمع ليست هي قليلة تربية، وليست هي قليلة أصل، بل أنتم من أجبرتموها على السكوت عندما كانت معكم، بل أنتم من خنقتم مشاعرها واغتلتم إرادتها. هي عند وصولها إلى ألمانيا أو أوروبا هي تستعيد قرارها، هي تستعيد إرادتها. ولذلك الذين تزوجوا عن تفاهم واتفاق ليكهم عين الله عليهم، كانوا في البلد حبايب، والآن في ألمانيا أو في أوروبا ما زالوا من عشرات السنين ولا زالوا يعيشون حياة سعيدة وما تخلى أحدهم عن الآخر. والأنكى أنه لدى الكثيرين أن السبب في الزواج الإجباري يرجع إلى الدين الإسلامي وإلى القرآن وإلى السنة، وللأسف هذا عائد لربما إلى الخلط بين الدين والعادات، حتى أكون منصفا ومحسنا للظن فلا أتهمه اتهامات جارحة. لكن لو كنتم منصفين ولو تناولت القرآن آية آية لن تجد فيها ولا آية واحدة ولا نص يشير إلى هذا الموضوع الزواج بالإكراه. ولو بحثت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام كلها عسى أن تجد، لكنك لن تعثر على شيء، بل على العكس ستجد وصايا نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بعدم شرعية ذلك وعدم جواز إكراه الناس أولادهم على الزواج. فقد ورد في السنة أن أجبر عدد من الرجال بناتهم على الزواج ممن لا يرغبن، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل الزواج. منها ما رواه الإمام النسائي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، أي الأمر بيدها، خيرها إما أن توقف هذا المشروع وتوقف هذا الإجبار، وإما أن تكملها برضاها. فقالت المرأة: قد أجزت ما صنع أبي يا رسول الله، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. واضح من هذه القصة أن الفتاة كانت ترى في ابن عمها زوجا صالحا توافق عليه، لكنها رفضت أن يجيء من باب الضغط عليها والعنف ضدها، لأن إرغام الفتاة على مثل هذا الزوج لن يولد إلا إلى الرفض ولن يؤدي إلى السعادة. والمعنى من الحديث واضح وضوح الشمس: إذا زوج الأب ابنته بدون رضاها فالنكاح غير لازم للبنت، فإن شاءت ردت النكاح ورفضت، وإن شاءت أمضته وقبلت. وعلماءنا قد فهموا هذا الأمر. الإمام البخاري فهم هذا المعنى أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب في كتابه الصحيح تحت عنوان: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. في حديث آخر أخرجه الإمام أبو داود وابن ماجه عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية، اسمعوا،
أنا لا أتحدث حتى لا يختلط الأمور عليكم. نعم يا شيخ يوجد عديد من النصوص عن الامرأة الثيب. لا لا لا، اسمع الحديث. أن جارية بكرا لم يسبق لها الزواج، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه الإمام ابن القيم والإمام الألباني رحمهم الله. ابن عباس يقول إن جارية أتت لعند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. خيرها بمعنى أن رد الأمر إليها، إن شاءت ردت هذا النكاح وهذا العقد ورفضت، وإن شاءت قبلت به وأمضت. وهنا ملاحظة مهمة، وهو أن بعض الباحثين أو بعض المتكلمين في موضوع الزواج الإجباري يخلطون بين اشتراط الولي في عقد النكاح وبين صلاحيات الولي في إجبار المرأة التي يتولى أمرها في عقد النكاح. ومع وجود قول للإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه بعدم اشتراط الولي في المرأة البالغة العاقلة الراشدة في النكاح أصلا، ولكن حتى عند من اشترط وجود ولي في عقد النكاح فإنهم قالوا أن الأمرين ليس بمتلازمين، فليس في اشتراط الولي في عقد النكاح إجازة للولي على إجبار موليته على الزواج ممن يريد بغير رضاها، بل العمل في الفقه الإسلامي هو عدم جواز إجبار الولي موليته على الزواج بدون اختيارها. العمل في الفقه الإسلامي، القول الراجح والقول المعمول به في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز للأب إجبار ابنته على الزواج ممن لا ترضى هي. شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه يقول في كتابه مجموع الفتاوى: الثيب البالغ، الثيبة التي ماتت عنها زوجها أو طلقت، الثيب البالغ لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة. الثيب لا تنكح إلا برضاها وإذنها باتفاق الأئمة. الإمام ابن القيم الجوزية رضي الله تعالى عنه في كتابه زاد المعاد يقول، وانظروا وراجعوا، يقول ابن القيم رحمه الله: اسمع، البكر التي لم يسبق لها الزواج، الفتاة التي لم يسبق لها الزواج، حتى لا يختلط الأمر عليكم أنه نعم يوجد نصوص أن المرأة الثيبة لابد أن تستأذن. اسمع، ابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: البكر لا تجبر على النكاح ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته. أعيد لكم الأمر: البكر ابن القيم الجوزية قول، اسمعوه أيها الآباء أيتها الأمهات، اسمعوا إلى قول ابن القيم الجوزية وراجعوا في كتابه زاد المعاد، راجعوا هذا القول: البكر لا تجبر على النكاح ولا تزوج إلا برضاها. وهذا القول أن البكر لا تجبر على النكاح، وهذا القول هو قول جمهور السلف، وهو القول، ابن القيم يقول: وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أي أمر الرسول، ونهيه أي نهي الرسول، وقواعد شريعته ومصالح أمته. وعندهم العلماء العشرات من الأدلة على هذا القول، منها ما في صحيح الإمام البخاري ومسلم
عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي كارهة، فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي رد نكاحها. في حديث آخر رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. في رواية للإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أي سكوتها. القضية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، أنه لا يجوز تزويج الفتاة بغير إذنها ومن غير رضاها، وليس موقف الأهل إلا بيان حال الخاطب وذكر مزايا الاقتران به إن اقتنعوا به، فإن رفضت الفتاة فليس لهم بعد ذلك إجبارها على ذلك الزواج. لكن ما الذي يدفع الأهل لممارسة هذا العمل؟ ما الذي يحصل حتى أن العوائل الأب الأم تدفع بابنها أو بابنتها إلى الإجبار على الزواج؟ خلال عملي في البحث عن الأسباب، وخاصة نحن والجالية الإسلامية في أوروبا نحتل المرتبة الأولى في الزواج الإجباري. على سبيل المثال هنا في النرويج الأخوة الباكستانيون المسلمون الباكستانيون يحتلون المرتبة الأولى في موضوع الزواج الإجباري. في السويد على سبيل المثال الإخوة الصوماليون والكرد يحتلون المرتبة الأولى في موضوع الزواج الإجباري. فما الذي يدفعهم إلى مثل هذا العمل؟ هذه الأسباب تختلف عن العوائل المقيمة في بلدانها الأصلية وفي محيطها الطبيعي عن تلك الأسر التي تقيم في المغترب وفي المهجر في أوروبا. أما العوائل التي تقيم في بلدانها الأصلية وضمن محيطها الطبيعي الذي يدفعهم إلى إجبار فتاتهم على الزواج بعض الأسباب، منها إزاحة العبء الاجتماعي. هناك بعض المجتمعات عندهم سن معين، إذا مر هذا السن من دون أن تتزوج الفتاة اعتبر في مجتمعهم لا أقول عانس، لكن حظوظها في الزواج يصبح ضعيفا. ورأيناها في بعض المدن والمحافظات السورية يحددون عمرا معينا لأوج طلب الفتاة، فإذا تجاوزت الفتاة هذا العمر يظنون أنها أصبح شنصها وحظها ونصيبها في الزواج ضعيفا. سبب آخر من الأسباب التي تدفع العائلة إلى الزواج الإجباري الوعد المقطوع منذ الصغر، وخاصة بين أبناء الأخوة أبناء الأعمام وهم صغار: يا أبو فلان بنتك إلنا، صارت هاي عروسة ابني، ولا زالوا صغار، هم لا زالوا في الرابعة الخامسة السادسة سنوات من أعمارهم. يا أبو فلان هذه كنتنا، وهذا صارت من أهلنا من جماعتنا، إيه يا أبو فلان أعطيناك إياها. يستمر هذا الأمر معهم وكأنها كانت عبارة عن مسحة أو عبارة عن طلب وهم صغار. لكن الأمور تختلف. هؤلاء الأطفال الصغار عندما يكبرون تختلف أحلامهم، تختلف رغباتهم، لكن الأهل لا زالوا هم ملتزمين بوعدهم الذي قطعوه على أنفسهم في الصغر. هذه أحد أسباب الإجبار على الزواج. سبب آخر وهو بعض العوائل تجبر بنتها على الزواج في ظنها أنها تؤمن مستقبل بنتها، وهنا قد يدخل الدافع المادي والحياة المترفة في هذه الحالة، عندما تبحث العائلة عن عريس موسور ومأمون الحال وعنده بعض الأمور المادية الجيدة ووضعه الاقتصادي الطيب، فالعائلة تفكر حتى لا تخسر هذه الفرصة. سبب آخر وهو زواج الشغار أو نسميه زواج البدل.
أعطيك بنتي لابنك بشرط أن تعطي بنتك لابني. هذه أيضا يكون فيه إجبار. من الأسباب أيضا، وهو معمول فيه بعض البلدان العربية، تزويج الفتاة ممن اغتصبها. وهنا المصيبة الكبرى، تزويج الفتاة ممن اغتصبها. في بعض البلدان، في لبنان، في الأردن، إلى قبل 4-5 أيام صدر قانون جديد أنه رفع وغير هذا القانون، لكن إلى قبل 5 أيام في الأردن، ولا زال معمول به في لبنان وبعض الدول الأخرى، أن الرجل إذا اغتصب فتاة ثم ذهب وعقد عليها عقدا شرعيا تنتهي الملاحقة القضائية. هذه بعض الأسباب التي قد تدفع للزواج الإجباري. هناك عادة أيضا ربما عند بعض العشائر، لكن أعتقد أنها خفت، وهو إجبار الفتاة على الزواج في حالات الصلح، وخاصة في حالات الصلح في مواضيع القتل، فيعطوا بنتهم لأهل المقتول حتى تكون هناك صلحة، وهنا تجبر الفتاة على هذا الزواج. لكن هذا الأمر خف في كثيرا عند العشائر. من الأسباب التي تدفع العوائل الذين يقيمون في المغترب لإجبار فتاتهم على الزواج أو أبنائهم أيضا، في اعتبار في أوروبا الإجبار يكون للفتى وللفتيات، وهناك بعض الأسباب. من أهمها خوف العائلة من المستقبل المجهول، وخوفهم من خروج الفتاة على العادات والتقاليد والدين. هم يظنون أنه ربما حتى لا يتفاجأ بعد أيام أن ابنته تصادق أو تصاحب شابا نرويجيا، ألمانيا، سويديا، فرنسيا، فيجبر بنته على الزواج من أحد معارفه أو أصدقائه أو ممن يعرفونهم حتى يأمن هذا الجانب. هذه القضية لم نشاهدها عند من ندعيهم متدينين، لا لا لا، بل وجدناها حتى عند من الدين عندهم خفيف، بل حتى من لا يؤمنون بالإسلام أيضا. الجاليات التي جاءت من الشرق الأوسط بحكم العادات والتقاليد وارتباطه مع العادات وتقاليد الآباء والأجداد، هو يخشى أن يهان بين المجتمع إذا عرف الناس أن ابنته تصادق أو تصاحب شابا نرويجيا أو ألمانيا أو سويديا، فيجبر فتاته على تزويجها من شاب هو يعرفه. من الأسباب أيضا هو إجبار الفتاة على الزواج حفاظا على العادات والتقاليد والثقافة التي تربى عليها الأهل. هذه الحالة كيف تكون؟ هو من خلال الذهاب بالفتاة أو الفتى إلى البلد الأصلي وتزويجها من أبناء الأعمام أو من أبناء الأصدقاء، بظنهم أن ابنتهم التي تربت في أوروبا على التقاليد والعادات الأوروبية لندخلها في أجواء العائلة في الوطن الأصلي، في البلد الأصلي، حتى تتعلم وتتدرب ولا تنسى ثقافة الآباء والأجداد. هنا أيضا يكون هناك حالات إجبار. من الأسباب أيضا موضوع الطمع في موضوع الحياة السعيدة، ونحن نسميهم هنا في أوروبا العرائس المستوردة، وغالبيتها تكون من الأرياف في دولنا الشرقية. فتاة ترضى أو تجبر على الزواج من شاب مقيم في أوروبا عنده إقامة، عنده جنسية، من خلال عملية لم الشمل لكي تصل إلى أوروبا تعيش حياة هانئة، هكذا يظن العائلة. من الأسباب أيضا موجودة في أوروبا، طبعا هذه الحالة الأولى، الموضوع العرائس المستوردة يجبر فيه الفتى على الزواج. السبب الأخير بتصوري من الأسباب التي تدفع إلى الإجبار ما نسميه هنا في أوروبا زواج المصلحة أو زواج الإقامة. حتى ابن أخوي يحصل على الإقامة، يا بنتي لازم تتزوجي منه. هذه أحد أمور التي تجبر العائلة ابنتها على التزويج، وهذه كلها أمور خاطئة لا يمكن أن تبني عائلة أو أسرة سعيدة من خلال الإجبار. الخلاصة أحبتي في الله، نحن بحاجة
إلى أن نعيد الأمور إلى نصابها، وأن نصحح علاقاتنا مع بعضنا، العوائل مع أبنائها وبناتها، والبنات مع آبائهم وأمهاتهم. الأم لها حق النصيحة، والأب له حق النصيحة والتوجيه لابنته وابنه، والابن والبنت واجب عليها السمع والطاعة بالمعروف لأبيها وأمها. لكن في تقرير المصير لابد أن يكون هناك حوار بينهم، وأن يصلوا إلى نقطة التقاء بينهم، وإلا الإجبار لن يولد لكم حياة سعيدة أبدا. مهما كان خيالكم باطل، الإجبار لا يولد سعادة لا لابنتكم ولا لابنكم. إلى غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.